السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عن بركة ترحب بكم اليوم إن شاء الله غنصاوب معكم فطائر رائعين لذاذ بزاف كيتصاوبوا غير في المقلاة بدون فرن، بحشوة لذيذة ما تشبعوش منها وكيجيو طريين وكيذوبوا في الفم. نتمنى الوصفه الا عجبتكم تخليو لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، ونبداو على بركه الله. كنحتاجوا الكاس ديال 200 مليلتر ديال الماء يكون دافئ، وكنضيفوا كذلك واحد الكاس ديال الحليب يكون دافئ، الوزن ديالو 200 ملي، كبر من الكاس العنبه غير بشويه. هنايا درت معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. هنايا هذاك الكاس اللي عبرت به الماء والحليب غنعبر به الزيت، غادي نعبر نص كاس ديال الزيت. هذاك الكاس ديال 200 مليلتر غنعبرو غير نص كاس، يعني 100 مليلتر ديال الزيت. غادي نخلط كل شيء مع بعضياته. من بعد غنضيفوا الدقيق. هنا غنحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق، يكون ابيض ويكون مغربل. 4 ديال الكؤوس ديال داك الكاس اللي عبرت. الا عبرتو بكاس ديال العنبه، خذوا القياسات كاملين بكاس العنبه، يعني الدقيق عبروه بكاس العنبه والماء والحليب. اي كاس عبرتو به بقاو شادين به العبارات كاملين. انا هنا عبرت بالكاس اللي كيوزن ليا 200 مليلتر. هنا غنضيف كذلك واحد نصف معلقه صغيره ديال الملح للدقيق، وغنضيف كذلك واحد الربطه ديال القزبر والمعدنوس، تقريبا واحد دريهم ديال القزبر والمعدنوس. غنغسلوهم مزيان مزيان وغادي نشفوهم مزيان مزيان، غادي نقرضوهم، غنضيفهم لهاد الدقيق. هنايا الدقيق الا كان محتاج لكم دقيق يقدر يحتاج لكم واحد المعلقه تزيدوها حتى 2 معالق فقط. صافي كنبقى ندلك في العجينه ديالي جيدا مع بعضياتها حتى كنحس بها ولات معايا رطبه ودلكات مزيان. صافي كنوضعها في الاناء، كنغطيها بواحد البلاستيك الغذائي وكنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. هنا غنتقل باش غنوجد معكم الحشوه اللي غنحتاج فيها واحد البصله مشلضه. هاد الحشوه كتجي بنينه وما كتحتاجش نهائيا انكم طيبوها. غنضيفوا كذلك الزيتون الخضر مقطع دوائر. غنضيفوا كذلك 2 بيضات مسلوقين ومحكوكين. انا هنا القياس ديال الزيتون درت تقريبا واحد 3 دراهم ديال الزيتون الخضر مقطع. هنا غادي ندير كذلك القليل من القزبر والمعدنوس حتى هما قرطتهم مزيان، تقريبا واحد 4 معالق كبار. هنا ضفت كذلك الفرماج الاحمر المبشور. ضفت كذلك واحد العلبه ديال الطون، يمكن لكم تضيفوا 2 علب ديال الطون الا بغيتوا النكهه ديال الطون تكون لكم كثيره. هنا غنضيف واحد نصف معلقه صغيره ديال الملح اللي بزار. وغنضيف كذلك واحد المكون زوين بزاف كيعطي واحد البنه رائعه اللي هو الزعتر. ضيفوه لهاد الوصفه، لهاد الحشوه راه كتجي بنينه. ضيفوا واحد الحفينه تكون صغيره ديال الزعتر يكون منقي، غتحكوه على هاد الشكل باليد ديالكم وغتضيفوه للحشوه، راه كيعطي واحد المذاق رائع. هنا خديت جبن مثلثات قطعته مربعات صغيره، انا هنا درتو حتى الاخر. الغرض بهاد الجبن المثلثات ما بغيتوش يذوب ليا في الخليط، بغيتو يبقى محافظ على هذوك القوام ديالو وما يذوبش، يبقاو هكا كروات ديال الجبن المثلثات. غير غنخلط واحد الخلطه 2 صافي وغنوضعو جانبا، ما تبقاوش تخلطوا باش هذاك الفرماج ما يذوبش معاكم في الحشوه. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ضاعف الحجم ديال العجينه ديالي واختمرت معايا، غادي نزولها من الاناء. راه كتكون عجينه رخوه ولينه وكتكون زوينه وكتكون كتلتصق. هادشي علاش خاصكم ضروري تستعنوا بالدقيق باش يساعدكم انكم تجمعوها. صافي هنايا غنكورها على شكل كره كبيره، وغادي نقسم هذيك الكره على 2 اقسام يكونوا متساويين. كل قسم غادي نكورو وغادي نوضعو جانبا حتى يرتاح معايا، حينتاش غادي نسرحها بالمدلك، خاصها ضروري ترتاح باش ما تبقاش تجري وهو يجر العجينه. صافي غنغطيها بمنديل وغنخليها لمده ديال 5 دقائق لا اكثر ولا اقل. هنا من بعد ما خليتها ارتاحت غادي ناخذ القليل من الدقيق وغادي نسرح به هاد العجينه ديالي. غناخذ المدلك وغادي نسرح به العجينه ديالي حتى تولي معايا عجينه تكون رقيقه بزاف، ما تكونش نهائيا غليظه. صافي هنايا غنبقى نسرح كما موضح لكم في الفيديو على هاد الشكل. صافي هنا من بعد ما سرحتها مزيان مزيان، صافي غناخذ واحد الزلافه وغادي نبقى نقطع بها هاد العجينه ديالي كما موضح لكم في الفيديو. هاد الزلافه كتخليك انك تقطعي العجين بشكل متساوي وفي نفس الوقت ما كيجيش شي كبير شي صغير. صافي هنا غنحيد الزوائد ديال العجينه ديالي، غنحيدهم كاملين
وغادي ناخذ هذيك الحشوه ديالي وغادي نعمر بها هذوك الدوائر اللي صاوبت معاكم دابا. غندير معلقه كبيره في كل دائره ديال العجين ديال الحشوه. صافي هنايا من بعد ما عمرت الحشوه ديالي في العجين غادي نسدها، غادي نحاول نضغط عليها في الاطراف وفي الجوانب على هذا الشكل. صافي وغنضغط عليها حتى في الوسط في الحشوه باش ما تبقاش عاليه معايا، تكون شويه مضغطه. صافي وغادي نوضعها جانبا باش نطيبها. غنعاود معكم وحده اخرى، غناخذ الكره الثانيه ديال العجين غادي نسرحها مزيان، وضروري تكونوا سقيين في الدقيق حيت هاد العجين غتكون كتلتصق لكم. عمروا الدنيا بالدقيق. صافي وقطعوها باي زلافه متوفره عندكم ونعمروها بهذيك الحشوه اللي صاوبنا. طبيعه الحال الحشوه اختياريه، يمكن لكم ديروا اي حشوه كتفضلوا. انا هنا درت هذه الحشوه السريعه والبسيطه وما كتحتاجش نهائيا انكم طيبوها، وفي نفس الوقت المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. صافي هنايا غادي نسدها في الجوانب. هنا ما تحتاجوش نهائيا انكم ديروا الماء في الجوانب باش تسد معاكم، ما كتحتاجش، كتسد بكل سهوله. صافي هنا كنسدها، كنضغط عليها بصباعي وكنضغط عليها حتى من الوسط باش يجي عندي السطح ديالها مستوي، ما تجيش طالعه بزاف. صافي وفي هذه الاثناء نسخن المقلاة جيدا وغنوضع فيها هاد الفطائر ديالي حتى يتحمروا ويذهب اللون ديالهم، ونقلبهم على الجهه الثانيه على هاد الشكل. فاش غنكون كنقلب فيهم فاش يطيبوا على الجهه الثانيه كذلك غنحاولوا اننا نطيبوهم كذلك في الجنيبات. انت الجنيبات كيبقاو خضرين نبقاو نوقفوهم على الجناب ديالهم كيما موضح لكم هكا. الجناب التحتانيين والجناب الفوقانيين بقاو طيبوهم فيهم باش يتحمروا معاكم. وهنايا غندوب واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غنضيف ليها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، وغندهن بها هاد الفطائر ديالي هما باقين في المقلاة. هنايا فاش كدهني به هاد الخليط ديال الزبده والزيت كيعطي الطراوه للفطائر، وفي نفس الوقت ما كيكونوش قاصحين معايا، وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. يمكن لكم تدهنوهم غير بالزبده بوحديتها، انا خلطتها مع الزيت وضفتها لهاد الفطائر، وكيعطي كذلك واحد اللمعه رائعه للفطائر. هنا من بعد ما طابوا وطيبتهم في الجوانب بجوج وحمرتهم، صافي غنزولهم من المقلاة وغنوضعهم في صحن التقديم. هنا شوفوا معايا الفطائر ديالي من بعد ما طابوا والذهب اللون ديالهم وتحمروا معايا، فاش قدمتهم شوفوا الشكل ديالهم النهائي كيف كيجي، راه كيجيو روعه وخطيرين وكيذوبوا في الفم بحشوه زوينه بزاف. وفاش كتقطعوها ما كتحتاجوش نهائيا انكم تمضغوها، كتذوب في الفم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم خليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، والى اللقاء، بسلام عليكم.